هنتكلم فيها عن خرائط الأمم المتحدة اللي مش موجود فيها حلايب وشلاتين ضمن الحدود المصرية، ومعتبرينها ضمن الحدود السودانية. الحقيقة هذه الخرائط ظهرت في عهد الإخوان وما زالت حتى هذا اليوم موجودة في الأمم المتحدة بهذا الشكل. إزاي قدروا يوصلوا لها؟ اتكلموا مع مين؟ تواصلوا مع مين عشان نعرف هذه، يعني الحقيقة أنا بشوف هذه الكارثة. نعرف من الكاتب الصحفي محمد فوزي عن تفاصيل هذا الموضوع. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا يعني إزاي توصلت لهذا الموضوع، تواصلت مع مين؟ يعني احكي لنا. البداية احنا شغالين على موضوع في الصباح خاص بالسياحة في مصر. نعم. وبنشوف ليه وزارات الخارجية في العالم واخدة موقف ضد السياحة في مصر. فبالصدفة الخريطة من ضمن الخرائط نعم كانت الخريطة بتاعت الخارجية البريطانية. بالصدفة تماما انا ببص في الخريطة في الحدود الجنوبية بتاعتنا زي ما اتعودنا عليها خط مستقيم. نعم. لقيت ان الحدود الجنوبية بتاعتنا حلايب وشلاتين مش جزء من مصر. نعم. دخلت الاستاذ احمد رئيس التحرير، اتكلمنا في الموضوع، قال لي لا الموضوع مش هينفع يتغطى كده بس نقول ده هيبقى مجرد خبر. لازم ناخد خطوات ورا الموضوع. حاول تتواصل مع الناس دي، تعرف ليه الخرائط دي كده، وشوف اذا كان في خرائط اخرى بنفس الشكل. اكتشفنا ان الخريطه الخاصه برضو بالخارجيه الامريكيه نفس الخريطه بتضع حلايب وشلاتين جزء من مصر. نعم. تمام. اللي هي جزء من مصر كجزء من السودان. نعم. بينما الخرائط الخاصه بالسودان بتضع حلايب وشلاتين كجزء من السودان. نعم. يعني موجوده في الخريطه ان حلايب وشلاتين ضمن حدود السودانيه. ضمن الحدود السودانيه محسوم الامر، يعني المساله محسومه وواضحه تماما. نعم. الخرائط موجوده. ما احنا اكيد هنستعرض الخرائط يا جماعه واحنا بنتكلم لو تسمحوا. اتفضل. تواصلت مع السفارتين هنا في مصر، رفضوا تماما ان هم يدلوا اي تصريح عن الموضوع. نعم. نهائيا. نعم. تواصلت مع الخارجيه الامريكيه. فكان الرد مقتضب تماما ان احنا خرايطنا سليمه ما فيهاش اخطاء. وان ده مش دورك انك تتكلم معانا. الخبر يا فندم معانا على الشاشه. تمام. ودورك تتكلم مع الخارجيه عندك، والخارجيه هي اللي تخاطبنا، انت ما تخاطبناش في حاجه زي كده. نعم. كمواطن. بينما تواصلت مع الخارجيه البريطانيه وكان الامر ايسر بكتير جدا، وكانوا يعني متعاونين اكتر. وصلت ان انا قدرت اكلم شخص مسؤول داخل الخارجيه البريطانيه، هو مسؤول في مكتب سكرتير الدوله لشؤون الخارجيه والكومنولث في بريطانيا. نعم. قعدت اساله عن الموضوع. في البدايه تماما كان برضو رده الاساسي ان ده شأن داخلي تتكلم فيه مع الخارجيه بتاعتك، والخارجيه هي اللي تخاطبنا. نعم. واحنا خرايطنا ما فيهاش اجتهاد، يعني بريطانيا لا تجتهد في خرايطها. فنقاش بعد نقاش فهو بدأ يطرح بعض الخريطة يا فندم. تمام. دي خريطة الأمم المتحدة للسودان. نعم. دي الخريطة الرسمية للأمم المتحدة. للأمم المتحدة في السودان. عن السودان. الخريطة هنا مبينة فوق الحدود الشمالية، لو بصينا عليها هنكتشف ان الجزء الشمالي اقليم جزء مثلث حلايب وشلاتين محطوط كجزء من الحدود السودانية طبقا للدعاوى السودانية او الادعاء الكاذب للسودان. وان مثلث بارتادوجا اللي هو جنبه على طول مباشرة اللي هو الجنوب بالخط 22 كجزء من الحدود المصرية، وده برضو ادعاء كاذب مصر بتنفي علاقتها بهذا المثلث. نعم. هذه الخرائط يا فندم منذ زيارة محمد مرسي لحلايب وشلاتين فترة اللي هو كان في أثناء حكمه، وسافر في الوقت ده، وقيل إنه إن الرئيس محمد مرسي في هذا الوقت تعهد بتسليم حلايب وشلاتين، وبعد كده رجع يعني كذبوا ده لتهدئة الرأي العام. هي دي حقيقة، بس بشكل أوضح الخرائط ديت من 2012. من 2012. من 2012. بس المسؤول البريطاني قال جمله مهمه جدا. قال لي ان اللي يعرفه. طب ايه الخريطه دي عشان هي معانا؟ دي الخريطه بتاعه الخارجيه البريطانيه. أيوة. ودي بتظهر فيها حدود مصر من الجنوب منقوصه. نعم. منقوصه جزء من ارضنا مهم جدا اللي هو مثلث حلايب وشلاتين. وده مش مجرد بس كجزء من الارض بكل ما يعني من قيمه الارض بالنسبه للمصريين. نعم. ولكن كمان جزء كبير جدا من الثروه المعدنيه والذهب والبترول في المكان. وما بداتش دعاوى السودان تجاه الموضوع تزيد غير في التسعينات لما تم اكتشاف البترول على قرب السواحل الخاصة بحلايب. نعم.
طيب لما في خريطه اخرى هي معانا، دي خريطه السودان الحاليه. نعم. طبعا تظهر فيها ان السودان نعم. هي شمال السودان فقط. وبيظهر فيها حلايب كجزء من السودان. دي الخريطه بتاعت الخارجيه الامريكيه. طب معلش يعني برضه ما تاخذنيش في هذا السؤال لانه ممكن يجي في مخ اي حد بيتفرج علينا. ايه اللي ياكد لي ان دي خرائط الامم المتحده؟ زي ما نشرنا في الخبر والخرائط موجوده. كل الخرائط الخاصه بالامم المتحده لها نعم. رقم كود. نعم. كل كود محطوط مع الخبر. نعم. هتكتشفي ايه ده. الكود أيوة بيقول فعلا. ان دي رقم كذا بتاريخ كذا بمراجعه تاريخ كذا. ده مظبوط فعلا. انا عندي يعني المقال وفعلا في الارقام كوديه محطوطه بالترتيب للخرائط. وكل خريطه لها الكود الخاص بيها. لها الكود بتاعها. ده موجود في الارشيف بتاع الامم المتحده. نعم. او الجزء الخاص بالجغرافيا المكانيه. وحده الجغرافيا المكانيه موجوده في الامم المتحده. في برضه خريطه اخرى اهي. دي خريطه الجغرافيا. دي الخريطه الخاصه بالخارجيه البريطانيه عن السودان. وبرضه تظهر الحدود من الشمال منقوصه. طيب هذه التصريحات الخاصة بالدولة السودانية، احنا كالخارجية المصرية والدولة المصرية تعاملت مع هذا الموضوع ازاي؟ ويعني ما حصلش مثلا بينهم مناشدة من الخارجية المصرية للخارجية السودانية فيما يخص هذا الموضوع؟ وايه اللي حصل فيه؟ لان ده كده يعني هذا اعتراف من الامم المتحدة ان حلايب وشلاتين ضمن حدود الدولة السودانية. للأسف خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة نعم. الأولى ان الموضوع ده ازاي وصل للشكل ده. نعم. تمام. اتفضل. ازاي ان يحصل حاجه زي كده والخارجيه بتاعتنا في غيبه عن الامر او ساكته عن الامر او متجاهله الامر حتى الان؟ ده ما ينفعش. ده مش شأن داخلي، ده شأن نعم. المفروض تتخاطب فيه دوليا. نعم. وتقف موقف حاسم جدا فيه دوليا. نعم. الدعوه السودانيه احنا بنرد عليها ان الامر خاص وانتهى الامر. ولكن التغيير في الخرائط الدوليه ممكن يجي كمان سنوات، تتغير الاوضاع الدوليه، تتغير الظروف. السودان يكتسب بعض القبول الدولي. فممكن في الوقت ده يحصل دعاوى دوليه ضدنا. والسودان طول الوقت بيزق في فكره ان احنا نلجأ للتحكيم الدولي. واضح ان هو عامل حسابه كويس بينما احنا مش عاملين حسابنا.